السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. حبايب قلبي وحشوني، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. والنهاردة ليلة 27، يا رب بقى كده كلنا نقوم نصلي وندعي ربنا يستجاب مننا يا رب. كل واحد في نفسه حاجة يطلبها من ربنا ان شاء الله، بإذن الله ربنا يستجاب مننا يا رب ومنكم. وان شاء الله يبلغنا شعبان ورجب، وتبقى ايام مفترجة علينا كلنا يا رب، على أمة محمد جميعا. بص، انا هنا كان عندي فشه بقى مسلوقه، فشه بس، وكان فيها كده شويه حلويات بسيطه خالص، سلقتهم. وبعدين جبت بصل قطعته كده كراهات، وحطيت عليه بقى كزبره وملح فلفل مع البصل الاول، بابريكا، وشوحتهم كده كويس، وفص توم. وشايفين الجمال والحلاوه، الريحه بقى رهيبه بصراحه، احلى من اي مصمت هتاكليها بره. وعلى فكره انا لقيتها عندي كده في الفريزر، يعني كانت تايهه، فقلت استفاد بيها. بصوا بقى عملت بصراحة حاجة جميلة جدا. بصوا انا هنا بقى هعمل شوية رز كده، ده لسان عصفور. كانش عندي شعرية، وهما مش عندي، يعني بيحبوا يا اما رز ابيض يا اما رز بشعرية. فانا حمرت لسان عصفور كده بدل الشعرية، طلع تحفة مع الفشة بقى متحمرة كده. كانت حاجة جميلة خالص بصراحة وبسيطة، وحاجات كلها موجودة في البيت. بس هنا نحط الرز بقى يستوي، والفشة كل ده على النار، هي اصلا مسلوقة، بس انا عايزاها تاخد كده وضعها وتشرب من البصل دول شويه سكر وشويه ملح. خلاص، كل شويه سكر وشويه ملح عشان خاطر الحرقان وكده يعني. بصوا انا حطيت لها بصل مش كتير. بصوا التوم اهو، التوم بقى حطيته في الاخر خالص، بس يا دوبك يدي الريحه كده، غير مجرى الريحه تمام، عمل ريحه حلوه قوي. بصوا نشفت اهي، وريحتها طلعت اتشوحت كده واتحمرت. ده فلفل الوان طبعا حطيته في الاخر، انا كده طفيت عليها. ده اختياري، وممكن تحطي او ما تحطيش براحتك. خلاص، بس كده كان ده شكل الاكل. وعملت طبقين سلطه اهو. شكل، بصوا الفشه طالعه عامله ازاي، ولا الرز. الف هنا وشفا على قلبكم يا رب. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.